السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله كما كتلاحظوا غنحضر معكم غاتو كلاصي بلا موس ديال القهوة وبالحشو ديال الشكلاط، وكذلك في الطبقة المقرمشة بطريقة سهلة وبسيطة وغادي يصدق معكم لأول مرة. وكذلك غادي تحضروا غاتو اللي راقي لا في المذاق ديالو ولا في الشكل ديالو، كيجي بحال ديال المحلات الكبار. نتمنى من كل قلبي ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، فإلا عجبتكم بقاو معايا حتى النهايه باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لتحضير الحشو ديال الشكلاط غادي نحتاج 120 غرام ديال الكريمه، 120 غرام ديال الشكلاط 55% من النوعيه الجيده، عندي 20 غرام ديال الزبده، وعندي ايضا معلقه كبيره ديال العسل. الكريمه في كاسرون وغنوضعها فوق النار باش تسخن، وهنا في إناء كنوضع الشكلاط، ومن بعد وضعت عليها الكريمه اللي سخنتها، وغادي نبقى نحرك حتى كتنسجم ليا مع الشكلاط وكيذوب الشكلاط. غنبقى نحرك حتى كنحصل عليه بهذا الشكل هذا. غادي نضيف عليه معلقه ديال العسل، معلقه كبيره ديال العسل البنات كتعطي واحد اللمعان وكذلك واحد القوام اللي رائع لهاد لاموس ديال الشكلاط او لانصيغ. هنا بديت كنضيف القطع ديال الزبده وانا كنطحن بهذا الميكسور بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. فبعد ما طحنته وجدت هنا واحد الاطار اللي غلفته بالبلاستيك الغذائي، وضعت فيه الخليط ديالي. ضروري البنات كتغلفوه مزيان بداك القاعيت ديال السلوفان، وكتوضعوا الخليط وكتبقاو هكا تضربوا به واحد شويه فوق سطح العمل. غطيته وضعته في المجمد، غادي نخليه مده ساعتين حتى يتماسك. فلتحضير البسكويت ديال اللوز عندي ابيض بيضه واحده اللي كيكون بحراره المطبخ، 10 غرام ديال السكر سنيده، 10 غرام ديال السكر ثقيل او السكر كلاصي، عندي ايضا 10 غرام ديال الدقيق، وعندي 20 غرام ديال بودره اللوز. هنا في الاناء وضعت ابيض بيضه مع قرصه ديال الملحه، ومن بعد بديت كنضيف السكر سنيده والفاني، وضفت ايضا الساشي ديال الفاني كما كتلاحظوا، وخلطت مزيان حتى صبح عندي الابيض ديال البيض بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. فبعد ما كنطلع الابيض ديال البيض كما كتلاحظوا كيصبح بهذا الشكل هذا. كنضيف السكر الثقيل، وضفت ايضا بودره اللوز والدقيق، وغنبقى نخلط دائما من الاسفل الى الاعلى باش ما نطيحوش الابيض ديال البيض. فبعد ما كنحصل عليه بهذا القوام خديت واحد الدائره ديال المول، وضعت فيها هكا ورق ديال الطبخ، وبسطت هكا الخليط ديال الجينواز او ديال البسكوي، ودخلتها للفران اللي مسخن على 160 درجه من الفوق ومن التحت. فبعد ما كطيب كنزولها من هذا الورق، وغادي نحاول نلفها هكا في البلاستيك الغذائي باش هكا ما تنشفش وتبقى طريه. وغادي ندوز باش نزول الاطار الموس ديال الشكلاط بعد ما خليته في المجمد مده ساعتين حتى تماسك وصبح بهذا الشكل هذا. غادي نحاول نزولو من هذا الاطار، وغادي نرجعو للمجمد حتى نبغي نمونطي الكيك. فبعد ما زولت ليه الاطار راه كيتزول بكل سهوله، غطيته هكا بالبلاستيك الغذائي ورجعته للمجمد. بهذا الاطار نيت غادي نوضع الجينواز، غادي نحاول نقدها، وغادي نحاول نصاوب معكم الطبقه المقرمشه اللي كنحتاجو ليها 100 غرام ديال البخانيني. بالنسبه للبخانيني اللي سبق لي حضرته معكم نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وضعت ايضا 40 غرام ديال الشكلاط من النوعيه الجيده 55%، ذوبتها في الحمام مريم، وضفت 2 معالق كبار ديال زيت المائده. وعندي ايضا 100 غرام ديال الفويتين اللي كنضيفوه هكا تدريجيا حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. بالنسبه للفويتين حتى هو غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، حتى هو سبق لي حضرته معكم صافي. وكنفرغ هذه الطبقه فوق ديال البسكوي بهذا الشكل هذا، وحتى هي غادي ندخلها المجمد حتى تماسك. بالنسبه لهاد الطبقه هذه راه ما كتحتاجش الوقت بزاف، يعني واحد 20 دقيقه راه غادي تشد في راسها بما حضرت لاموس. فكنبسطها هكا بالظهر ديال الملعقه. هنا غادي نحضر معكم الكريمه الانجليزيه.
عندي هنا كاس ديال الحليب ما يعادل 170 غرام، عندي 3 الأوراق ديال الجيلاتين، عندي 3 المعالق ديال القهوه سريعه الذوبان. هنا وضعت الحليب وضعت القهوه وغادي نوضعهم فوق النار. عندي هنا 3 ديال الاصفار ديال البيض، و4 المعالق ديال السكر سنيده او السكر الخشن. غادي نخلطهم مزيان كما كتلاحظوا. خلط هذا الخليط مزيان على ما يسخن الحليب مع القهوه. هاد لاموس البنات راه كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف وكيتواتى مع الكريمه ديال الشكلاط اللي وضعنا في الوسط. هنا بعد ما كيسخن عندي الحليب مع القهوه كنضيفو هكا على شكل خيط كما كتلاحظوا، وكنحركو بسرعه باش ما نطيبوش الاصفار ديال البيض. ضروري هاد المرحله كديروها يا البنات بسرعه وانتم كتحركوا كتضيفوا داك الخليط تدريجيا حتى كتكملوا. غادي نحاول نرجعوا الكاسرون وغادي نوضعو فوق النار ونحرك بهذا الشكل هذا. في هذه المرحله هذه كنخليو النار كتكون مهيله وما كان وضروري كنبقاو نحركو حتى كنحصلوا على هذا القوام كما كتلاحظوا. يعني كنحصلوا على داك القوام صبح ثقيل، وفاش كندوزو هكا الاصبع ديالنا على هذاك لاسباتيل ما كيتلقاوش لينا هذوك الخطوط. زولته من فوق النار وغادي نضيف عليه الجيلاتين اللي سبق لي رقدته من قبل. عندي 3 الوراق ديال الجيلاتين وضعتهم هكا وخلطت مزيان حتى داب، وغادي نحاول نفرغه في هذه الانيه باش هكا يبرد بسرعه وما ياخدش عندي الوقت بزاف. فهنا بعد ما بردات عندي الكريمه الانجليزيه غادي نحاول نطرب الكريمه. عندي هنا 200 ملي ديال الكريمه او الربعه ديال الكريمه. بالنسبه لي هاد الكريمه مسوسه ضفت عليها 2 معالق كبار ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي، وغادي نطرب مزيان. يعني ما غاديش نخلطها مزيان، غنخلطها غير هكا حتى تطلع شويه بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. يعني ما طلعتهاش بزاف. ومن بعد خديت واحد شويه ديال الكريمه وضعته على هاد الكريمه ديال القهوه. ضروري يا البنات هاد الكريمه تبرد مزيان باش ما تطيحش لكم الكريمه، ما تسيحش لكم الكريمه. صافي بديت هكا كنضيفها تدريجيا على الكريمه وانا كنخلط غير هكا بهاد لاسباتيل او بالملعقه. غادي نحاول نفرغ كاع الكميه اللي عندي. هذا هو القوام ديال لاموس. غادي نبدا دابا نمونطي في الكاطو ديالي. بالنسبه ليا البنات راه ما خداتش ليا بزاف ديال الوقت هاد المراحل هادو. كما قلت لكم راني بديتهم مع 2 نهار وساليت قبل من العصر دخلتها للمجمد. صافي هنا غادي نحاول نزول هاد الطبقه البسكوي مع الطبقه المقرمشه. غادي نحاول نزورها من الاطار كما كتلاحظوا راه جمدات ولصقات هكا في جوانب ديال الاطار. وكذلك لانسيغ راه كنزول ليه هذا البلاستيك الغذائي. صافي خديت المول اللي غادي نستعمل. بالنسبه ليا هذا المول في القطر ديالو 18 سنتيم البنات، وفي القطر ديال هذاك لانسيغ اللي استعمل 16 سنتيم. يعني دائما المول فاش كتمونطيو الكيك كيكون كبير على لانسيغ بواحد 2 سنتيم هكاك باش يجي باين. هانتوما يا البنات كنوضعوا هكا لاموس ديال الشكلاط او لانسيغ كنوضعوه هكا من الوسط. بعد ما كنديروا واحد شويه ديال الكريمه وغادي نحاول نسدو بهذا الشكل هذا. وغادي نوضع الكريمه من الفوق باش تجي هكا الكريمه ما بين لانسيغ والجينواز او البسكوي. كنسرحها طريقه سهله يا البنات. كنحاول نوضع الجينواز وكنحاول نعمر هاد الجوانب بالكريمه اللي بقات عندي. صافي بعد ما كنقادها بهذا الشكل هذا غادي نحاول نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلها للمجمد وغادي نخليها ليله كامله. ضروري تخليوها حتى كتقصح مزيان 4 السوايع حتى 5 ديال السوايع، ولا كتخليوها ليله كامله. هنا شاط لي واحد شويه ديال الكريمه قلت علاش لا ما نحضرش هاد الكاطو هذا. خديت هكا البسكوي ديال التيراميسو ودعت الكريمه في هاد المول. فهاد الشكل هذا كيبقى اختياري. يمكن لكم كذلك تحضروه بحال لي فيغين في الكؤوس. بالنسبه لديك اللاموس اللي شاط ديروها هكا في الكؤوس كتجي غزاله. فبعد ما كدوز ليله كامله كنحاول نزول الكاطو ديالي من المجمد. كنزول ليه الاطار
وغادي نكلاصيه. بالنسبه للكلاصاج غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كما كتلاحظوا يا البنات راه الكلاصاج كيجي رائع، كيجي بحال المرايه. كما كتلاحظوا راني دركت لان راه كنبان في الكاطو، كيجي غزال البنات. هذا الكلاصاج اللي مهتم غنخلي ليه الرابط في صندوق الوصف. كنحاول نزول هاد الزوائد بهاد لاسباتيل بهاد الشكل هذا. وكذلك بالنسبه للكلاصاج اللي كيشيط راني كنعاود نحتفظ به حتى كنحتاجو مره اخرى وكنعاود نستعملو. دائما كنوضعو هكا البلاستيك ديال الطبخ فوق هذاك الصحن فاش كيتكب لينا الكلاصاج، ومن بعد كنعاودو نجمعوه وكنعاودو نستعملوه. وحتى بالنسبه لهادو اللي حضرتهم من اللاموس اللي شاط ليا حتى هما غادي نكلاصيهم بعد ما كنزولهم من المول. بالنسبه للكلاصاج هنا راه ثقيل شويه، ما سخنتوش، مع ذلك كلاصيت به كما كتلاحظوا. فهذا هو الشكل النهائي ديالهم. غادي نحاول نزينهم. بالنسبه ليا زينت بشويه ديال القطع ديال البندق، وكذلك بالوريدات ديال عجينه السكر كانوا متوفرين عندي. قطعتهم هكا بالقطعه على شكل ورده وزينتهم بهذا الشكل هذا. وحتى بالنسبه للكاطو غادي نزينو بالبندق وكذلك بالعجينه ديال السكر هذا الشكل هذا. التزيين دائما كيبقى اختياري، كتزينوا على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب شنو حبيتوا. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو. غادي نحاول نقطعه باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. فهذا هو الشكل ديالو، كيجيو الطبقات باينين، طبقه ديال لاموس ديال الشكلاط وكذلك لاموس ديال القهوه، وحتى الطبقه المقرمشه راه كلشي كيكون باين وكلشي كيكون هكا مقاد. فكما كتلاحظوا الطبقات كيجيو باينين. واهم حاجه يا البنات المذاق، راه ما نقول لكمش كتجي لذيذه ورائعه. وهذاك الكريمه ديال الشكلاط كتعطيها واحد المذاق اللي كيتجانس مع المذاق ديال اللي كيتوالم مع المذاق ديال اللاموس ديال القهوه. كتجي رائعه يا البنات وكتجي لذيذه بزاف. متاكده الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها. ونتمنى كذلك تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وحتى بالنسبه لهادو اللي حضرنا بالبسكوي ديال التيراميسو حتى هما كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ. فوصلت معكم لنهايه الفيديو. نتمنى من كل قلبي ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، التعليق ديالكم الايجابيه، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله. مع السلامه، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.